تعرض مجموعة شباب لحادث انقلاب يوم الجمعة الماضي على طريق المختلف جنوب منطقة حايل، نتج عنه وفاة وإصابات متفرقة. صادف هذا الأمر مرور عائلة خارج للتنزه في البر. شاءت الأقدار أن يكون من بين هذه العائلة بنتهم الممرضة أفراح الشمري اللي تعمل في واحدة من المستشفيات غرب حايل. في الحال أجرت الممرضة أفراح الإسعافات الأولية للمصابين بحسب أهمية الحالات، وتم نقل الباقين بسيارة والدها وأحد المتطوعين للمستشفى. وتنضم لي من حايل الممرضة أفراح الشمري. حياك الله أختي أفراح. هلا فيكم، حياكم الله. أول شيء شكرا لك ويعطيك العافية. اشرحي لي شو اللي سويتيه وكيف كان الحادث وكيف أنت انقذتي الشباب هذولا. أول شيء حبيت أمسي على الجميع. مسيت بالنور. كنت طالعة مع العائلة في نزهة للبر. فبعد جلوسنا بنص ساعة تقريبا كان في ضربة كأنها ضربة رصاص. فلما التفت وانتبهت فكان هناك سيارة سوداء تقلب في الهواء. كان يخرج منها ناس. انفزعت صراحة وانفجعت، فشغلت السيارة واخذت الوالدة وخواتي ورحت للموقع. طبعا الموقع يبعد عنا تقريبا من 30 لين 35 كيلو متر. اي. طبعا باشرت الحادث، كانوا 4 اللي أمامي. أيوة. كانوا 2 الحمد لله بحالة جيدة وجالسين، بس كانوا منفزعين ويصيحون. بشرت الحالة اللي كان لا يتنفس ولا يتكلم ولا شيء، كان طايح بس مستلقي على الأرض. فلما وصلت له كان يلفظ الأنفاس الأخيرة، فقمت بانعاش على الصدر وناديت واحد من المساعدين. قلت بس أبيك تساعدني، بس تنفخ بالفم وأنا تضغطين على الصدر. ايه. قعدت أضرب على الصدر CPR، استمريت تقريبا 20 دقيقة كذا لين توفى رحمة الله عليه. الله يرحمه. فانتقلت للحالة الثانية، كان ما في شيء الحمد لله، مستقرة حالته. كان مكسور اليد وكان في جرح بمؤخرة الرأس هو اللي كان ينزف. كانت عنده الوالدة الله يحفظه وكانت تهديه. جيت وجلست عنده وشفت شفت الجروح، كانت صغيرة هي بالبطن. قمت برفعت يده شوي لين وصلت للصدر وربطت شماغه برقبته وعلقته بيده وخليته طمنته. وما دريت ان فيه شخص خامس الا لين جت واحدة من خواتي قالت ان في شخص بعيد، يعني سمعت صوت بكاء، ولما جيت لقيته طايح على الشجرة. لما جابته لي كان عمره 9 سنوات، كان يغيب الوعي ويرجع. سألت الأخوان اللي واقفين قلت تعرفون اسمه؟ قالوا اسمه عبد الله. ناديته مرتين عبد الله واستجاب لي. كان في كسر الجهة اليمنى، كان كله ما يحركه، وكان فيها ضربة مقدمة الرأس، بس الحمد لله يعني قدرت أنقله لأحد السيارات اللي كانت موجودة. ما شاء الله عليك. بس الحمد لله أمرت أحد الأخوان إنه ياخذ سيارة أفراح. كل هذا ما كان فيه إسعاف؟ أمرت أحد الأخوان إنه ياخذ. للأسف والله المنطقة اللي كان فيها الحادث كانت ما في تغطية شبكة أبد. طيب وكانت بعيدة عن نفس الشارع العام. طيب طمنيني على الشباب حاليا الآن، ايش صاير؟
الحمد لله اللي كان فيه كسر ياسر، كان فيه بس كسر باليد. وفهد عبد الله كان متأثر لأن فيه اكتشفوا عنده مستشفى خالد كسر بالرقبة، غير الساق وغير الفخذ وغير اليد. بس طيب الحمد لله حالتهم طيب مستقرة أفراح، وطمنونا عليهم الأهل. وين عملك الآن؟ في مستشفى بحايل؟ مستشفى موقق العام. والله الواجب يكرمونك، لأنه يعني اللي قمتي فيه ما يقومون فيه يعني شباب يعني بصراحة، لأنه يعني بعد حادث وكل هالزحمة وانت اللي كنتي تشتغلين هالشغل انت واللي كانوا موجودين، الله يجزاهم خير ويجزاه خير الوالد اللي اجبرك وخلاك تجينا اليوم، ولا كنت انت ما ودك، ما كنتي حريصة؟ لا مو عشان ماني حريصة، بس انه ما ادري. طيب اول مرة اطلع لا لا بس الحمد لله اجبرني الوالد اني اطلع. ايه الله يجزاه خير. اهل الشباب جوك تواصلوا معك؟ اهلهم امهاتهم خواتهم تواصلوا معك؟ اي والله الحمد لله كلام تواصل، ورحت عزيت اهل حبيب الله يرحمه، وتطمنت على احوال الباقيين، الحمد لله كلام بخير. وهذا الحمد لله واجبي، وأقدم الشكر لمديري خلف الزامل اللي كرمني أمس. تستاهلين والحمد لله هذا بالأجر من الله قبل كل شيء. صحيح. أختي أفراح الشمري، شكرا لك.